بعد انتقادها بسبب عمليات التجميل. أحمد سلامة: بنتي مجنونة. تعرضت الفنانة سارة سلامة لانتقادات واسعة بعد ظهورها في مسلسل نقطة سوداء بملامح متغيرة، مما جعلها محط تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت الملامح الجديدة التي شملت الفيلر والبوتوكس بشكل ملحوظ، وبدأ الجمهور في المقارنة بين صورها السابقة والحالية، مما أثار الجدل حول خضوعها لعمليات التجميل. ونفى أحمد سلامة والد الفنانة سارة ما تم تداوله حول خضوعها لعملية تجميل، وأوضح في تصريحات صحفية سابقة: بنتي مجنونة وبتحط مكياج بطريقة مختلفة، وده السبب في ظهورها بالشكل ده. أما تعليق سارة سلامة على عمليات التجميل، قد أكدت سارة أن عمليات التجميل ليست السبب في تغيير ملامحها، مشيرة إلى أنها صغيرة في السن ولم تخضع لأي عمليات تجميل. وأضافت: لو الناس انتقدوا شكلها فهي سارة، وده شكلها الطبيعي. احنا في عصر بيتغير فيه كل شيء، والجزء ده من طبيعة الجيل والظروف. واختتمت قائلة: كل جيل بيمر بمراحل وتغيرات، واحنا في جيلنا كنا مجانين في وقتنا، والجيل الحالي بيتقبل التغيرات. ولا تنسى الاشتراك معنا. كان معكم بسمة مجدي.